الجيش الملكي الزعيم العساكر هذه المرة إخواني الكرام سيواجه شبيبة القبائل الجزائري وذلك برسم الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا إخواني الكرام أخواتي الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة لليوم. الجيش الملكي الذي استطاع أن يقطف نقطة ثمينة من ديار شبيبة القبائل وكان ضيفا ثقيلا جاء بتعادل دون أهداف ليعود الترتيب بالمجموعة الأهلي المصري ب7 نقاط في الرتبة الأولى متبوعا بيونغ أفريكان ب4 نقاط في الرتبة الثانية. أما الجيش الملكي فهو يحتل الرتبة الثالثة بنقطتين وشبيبة القبائل يتزايد الترتيب بنقطتين في الرتبة الثالثة. إخواني الكرام إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبقاش تضغط على زر اشتراك وخلوا لنا لايكاتكم من أيديكم الكريمة وبسرعة نعود للموضوع. إذن الجيش الملكي بالديار في الجولة الرابعة سيواجه شبيبة القبائل من ملعب مولاي الحسن بالرباط كل هذا في أمسية يوم السبت 31 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 8 مساء وتنقل المقابلة على قنوات تلفزيون سبور HD5. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.